السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخواتي واصحابي؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة هتكلم عن الفرق بين الوكس والشمع. ناس كتير وانا شغالة هنا ما همش عارفين الوكس، وفاكرين ان هو الوكس هو الشمع، ولكن هما اتنين، مش حاجة واحدة. الوكس ليه شغل، اللي هو الوكس ليه شغل، والشمع ليه شغل، وده جهاز وده جهاز، ودي بيشتغل بحاجة ودي بيشتغل بحاجة تانية خالص. فانا حبيت اوضح النقطة دي لكل الزباين بتوعي، عشان ناس كتير ما تعرفش الوكس ما عندهاش فكرة عنه وكده. انا هبتدلكوا دلوقتي بالشمع، نشرح الشمع ونشوف هو الشمع ايه للناس اللي مش واخده بالها، والناس طبعا اللي عارفه على دماغي، بس انا بشرح وجهة نظري والحاجة اللي انا بشتغل بيها، عشان في ناس كتير فعلا مش عارفة الجهاز الوكس وما عندهاش فكرة يعني عنه. بشرح واعرفكم الفرق بين الاتنين. عايزاكم يعني فضلا منكم وليس امرا ان انتوا تدعموا الصفحه على الفيسبوك، صفحه كوافير لمسه جمال، وعلى اليوتيوب برضو كوافير لمسه جمال. يعني ان شاء الله انا رابطه اللينك بتاع اليوتيوب، بتاع قناة على اليوتيوب، مكتوب معمول هناك في الصفحة، مثبت في الصفحة بتاع الفيسبوك. فاللي هما الاتنين مكتوبين باسم الكوافير، كوافير لمسة جمال، عشان ما تحتريش وما يعني ايه ما يبقاش فيه يعني ايه حيرة، او ان انت تعرفي توصلي للقناة والصفحة بسرعة. يلا بينا. الشمع ده شمع فيه منه اللي هو البامبي، اللي هو بيقولوا للبشرة الحساسة، وبيقولوا يعني ايه بيقولوا يا ام اسراء؟ يعني يعني هو البامبي زي الابيض. الشمع التاني اهو، اللي هو الجهاز التاني، اللون التاني ده. انا ما بشتغلش يا جماعه اللي هو بالكوكو واكس، وكوكو واكس انضف نوع في الشمع. يعني لو عايزه تستخدمي الشمع، انا عارفه ان كلكم عندكم شمع في البيت وبتحبوا ان انتوا تستخدموه، وهو فعلا كويس جدا 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 في الجسم. انما الوش انا ما بشجعوش في الوش، مش بعمل به الا نادرا للناس اللي هي مش بتحب تعمل الا بيه، اللي هي مقتنعه بيه، مش مقتنعه باي حاجه تانية. ولكن انا ذات نفسي ما بشجعش اللي هو الشمع على البشره. بس برضو ما بشجعش اللي هو في الجسم. يعني لو اي حد عايز يعمل جسمه ويجي يقول لي انصحه بايه، انصحه بالشمع وكوكو واكس يا جماعه، لان كوكو واكس يعني حلو. شمعية خامتها نظيفة وما بتسيبش، ما بتبقعش في الجسم، وبتفرد اكتر من الشمع التاني. يعني شايفين النوع ده مش حلو، اللي هو ده نوع مش اصلي ومش حلو، يعني مكتوب ديبا واكس، انما ده ايه؟ الكوكو واكس. يعني شايفين الفرق بين الاتنين؟ عشان تعرفوا برضو الفرق بين الاتنين. الكوكو واكس طبعا اغلى، هي زي ما خامتها احسن وفيها مميزات كتير في الشغل احسن من دي، بس السعر اغلى طبعا، فهو الغالي دايما ثمنه فيه. دي الشمع، ده الشمع زي ما قلت لكم انا بحبه، بس لذلك شايفين انا بشتغل بدي بس، مطلعها لكم الجهاز. انا ما بحبش اشتغل في الجسم الا بده، ولكن الوش نروح ايه؟ للوكس. كده انتوا عرفتوا عن الشمع. اديت لكم نبذه يعني عنه. وطبعا اي حد ليه سؤال او استفسار او بيسال عن اي حاجه، طبعا يسيب لي في الكومنتات او التعليقات، وانا ان شاء الله هجاوب عليه. تعالوا بقى نروح للوكس. ده جهاز الوكس ده بشتغل هنا، بقفل كده وبفتح. هو عشان سخن فهو بيوصل لدرجة حرارة معينة وبيفصل دايركت لوحده. يعني هو بيقفل وبيفتح لوحده بس، ولكن لو انا عايزه اقفل خالص، اللي هنا ده بيجمد، يبقى زي ده، بيبقى زي ده. تمام؟ ده الوكس بقى بيعمل ايه؟ بنشتغل به ازاي؟ وعباره عن ايه؟ وبجيب نتيجه ايه؟ واشمعنى انت بتحبيه في البشره عن الشمع؟ تعالوا اما اقول لكم.
الوكس ده عباره عن مكعبات. المكعبات ده اللي هو الوكس البارد، اللي هو بيبقى مش سخن على البشره، اللي هو بيبقى ايه دفيان بسيط في الوكس، دفيان بسيط خالص. وبيبقى حلو على الجسم مش على البشره ومش سخن. ده النوع التاني اللي هو الحبيبات، ولكن الحبيبات بتبقى اسخن من المكعبات شويه، يعني دي درجه حرارتها بتبقى على الجسم اعلى من دي، ولكن هو ده وده الاتنين نفس بعض. وجبتيه ليه طالما هو بيسخن؟ انا رحت اشتري صراحه ما لقيتش الا اللي هو الحبيبات. البضاعه كلكم اكيد عارفين اللي انا هقوله ده، ان البضاعه ناقصه في السوق، والتجار كلهم الوقت حتى لو عندهم السلع ما بيبقوش عايزين يشتروه يبيعوه، فانا ما ببقاش عارفه اشتري. فالمحل اللي انا روحته ما لقيتش هناك الا موجود ده، وانا عندي ده وعايزاه للشغل وعايزاه ضروري، فاضطريت ان انا اجيب الكيس ده على مسافر المنصوره ان شاء الله، واجيب من المكتب اللي انا بتعامل معاه اجيب الحاجات بتاع المنظفات للبشره والجسم والشعر والكلام ده، زماني بقى متعوده يعني اجيب منه. ده الوكس اللي هو البارد اللي هو المكعبات اهو، كوكو وكس، شايفين نفس الاسم ونفس الخامه ونفس الماركه ونفس كل حاجه. دي الحاجه النظيفه، الحاجه النظيفه بشتغل بيها بتديني نتيجه حلوه وبتحافظ على البشره، وبتديها نضاره ونظافه، وبتخلي بالها من البشره كده ايه زي البشره دي. لازم بتبقى عايزه اهتمام، وتعرفي انت شغاله ازاي قبل ما تشتغلي عشان ما تتجرحش او يحصل فيها ايه جروح او كده. فان شاء الله ربنا يستر. بس اهم حاجه للبشره برضو عايزاكم تشربوا ميه كتير. الناس اللي ما بتشربش ميه كتير البشره بتاعتها بتتضرر جدا جدا جدا، فهي شرب الميه هو العلاج الوحيد والاول في نضاره البشره وعلاجها. تمام. ده احنا قلنا الحبيبات الكوكو انضف نوع سواء في الواكس او الشمع. تعالوا بقى للجهاز نشوف بيستخدم ازاي واشمعنى انا بحبه اكتر من اي جهاز تاني. الواكس اهو انا ببرده وبحطه على الوش، طبعا هو الوقت سخن جدا، فلما باجي اشتغل انا بسيبه يغلي كده لان انا بحبه يغلي. بيبقى ايه يعني تنظيف، وبيبقى تعقيم برده وكده. فانا بقفله، هو اصلا مقفول اهو، يعني انا كده قافلاه، بمجرد كل شويه هتلاقيه بيبتدى ان هو ايه يبرد. بيعمل ايه في الوش؟ انا بفرده على الوش، بيطلع طبقه من الطبقه الفوقانيه خالص بتبقى على البشره دي، بتبقى الطبقه اللي هي ايه الطبقه القشره الميته اللي هي الجلد الميت. طبعا ناس كتير دلوقتي وخصوصا في الشتاء بشرتهم فيها بتطلع قشره، بتطلع قشور ميته كده، وتلاقي وشهم بيقشر على طول. بيحوش القشره الميته وبشيل البثور وبشيل الندوب وبشيل النمش وبشيل البقع السوداء، وبيشيل كمان اللي هو الدهون اللي بتبقى لما اتربه في البشره. فهو بيشيل كل ده، بيسيب لك بشره ناضره وناعمه، وبشيل كمان اللي هي بطنه البشره الشعريه الصفراء. يعني مهما تعملي بالفتله اصلا الوش ليه بطانه بشره، فهو بياخد بطانه البشره اللي هي الشعريه الصفراء اللي ما فيش اصلا فتله بتعرف تشيلها ولا اي حاجه ولا اي اجهزه تنظيف تانية بتعرف تشيل. هو بيشيل الطبقه اللي على اللي هي الفوقانيه دي، بيشيل الطبقه باللي عليها وبيسيب لك الطبقه اللي تحت اللي هي النظيفه الرايقه الحلوه البيضه. بيشيل كل اي حاجه تتخيلها في البشره واللي في المناخير وحوالين المناخير والبقع السوداء. اكيد كلكم عارفين اللي بتبقى المناخير لما حاجات كتير كده، وبتبقى حوالين المناخير وعند الجنوب بتاع المناخير من الخدين من اليمتين بتبقى برده شكلها وحش، وبتبقى لما حاجات كتير. فهو ده العلاج اللي هو بصوا العلاج السحري اللي بيحوش كل الكلام ده خالص. وانت بتشوفي الحاجات دي طالعه كمان اللي هي طالعه في الواكس الناشف. يعني انت بتشوفي كل الحاجات اللي وشك بيطلعها، وبتشوفي الدهون، كميه الدهون اللي بتطلع من الجسم، يعني عمليه تنظيف ومسح في نفس الوقت. ان شاء الله جربوه، وكل الناس اللي جربته بصراحه شكرت لي فيه واتبسطت منه قوي 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 قوي، وان شاء الله انتوا كمان تجربوه. انا حبيت اوريكم الاثنين واعمل لكم الفرق بينهم عشان تبقوا برضو عارفين وشايفين وفاهمين برضو الدنيا ماشيه ازاي، او وجهه نظر برضو لازم انا اوصلها لكم. ان شاء الله تابعوني على طول على الفيسبوك، وزي ما قلت لكم اي حد عاوز
استفسار عن اي حاجه او يسال عن اي حاجه، انا تحت امركم. وان شاء الله هرد على كل تعليقاتكم وكل اسئلتكم. ان شاء الله زوروا صفحتي على الفيسبوك كوافير لمس الجمال، وبرده على قناتي على اليوتيوب كوافير لمس الجمال. ان شاء الله سيبوا لي كومنتات هنا او هنا، وان شاء الله هرد عليكم. وان شاء الله انا بفتح من الساعه 9 او 10 الصبح لحد بالليل بقى لما اخلص شغل براحتي، لحد ممكن الساعه 8 ونص 9 بالليل. ولو عندي شغل ممكن اقعد ل 10 11 عادي، مفيش مشكله، على حسب ما اخلص شغل. بتمنى تنوروني كلكم وتشرفوني. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.